السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، طعمها بجد خطير وهتعجبكم وهتعجب اي حد ياكلها. فاكرين الفيلم بتاع الفار الطباخ؟ هنعمل خلطبيطة بالصلصة، بس بجد خطيرة وطعمها بجد تحفة جدا جدا جدا، وكمان سهلة ومش مكلفة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي، بس يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك ويفعل الجرس. اول حاجه كده يا حبايبي، انا جبت الخضار اللي انا هستخدمه معايا: بتنجان وكوسه وفلفل الوان وبطاطس وطماطم، وفي حاجات تاني توابل كده هنجيبها مع بعض بعدين. اول حاجه كده حطيت الفلفل الالوان، شويته تحت الشوايه. سهل جدا، بقلبه كده في تحت الشوايه وهيتشوى يعني، ويطلع معانا. طبعا المفروض تسيبيه يهدى بس شوية كده، وبعدين او تغطيه بستريتش او اي حاجة لحد ما هتلاقيه هو القشر بتاعه بيطلع كده بكل سهولة. انا طبعا ما استنيتش وعملت بسرعة. شايفين الدخان بيطلع ازاي؟ عملت كده بالشوكة والسكينة، نضفته كويس وخدت اللحم بتاعه ونضفته من البذور اللي فيه والقشر وكل حاجة. وهعمل برضو في الصفرة نفس الكلام. هو دوت اساس الصوص بتاع الخلطبيطه بالصلصه، اللي بيستخدم فيه، يعني بيدي طعم ونكهه كده بجد تحفه. هقشر كده التانية برضو بكل سهوله. زي ما قلت لكم تقدروا تسيبوها لحد ما تهدى خالص، وبعدين تقشروها. هقطعها بقى كده كلها شرايح الفلفل. مش مهم يعني شكل الشرايح قوي، لان كل ده هيتضرب بالهاند بلندر بعد كده لما نروح على النار دلوقتي. مجرد بس ان انا بسهل لما اجي اشوح الفلفل مع البصل، يتشوح كويس وياخد لون، واسهل برضو لما اجي اضرب بالهاند بلندر. هنروح بقى على النار ونشوف هنعمل ايه. حطيت حلة على النار، هستنى بس تسخن شوية، وهحط الزيت زيتون حوالي معلقتين كبار. طبعا مش هستنى ان الزيت يسخن قوي علشان ما يبص معايا يعني وفوايده تضيع. حطيت على طول بصلاية كبيرة كده يعني، مقطعاها كده مكعبات. هبتدي اقلب فيها كده استنى بس يعني حوالي 3 دقايق تدبل بس شوية. طبعا انا مجهزة معايا كل حاجة دلوقتي علشان كله هينزل ورا بعضه كده، وهسيب الحلة دي تغلي 5 دقايق عقبال ما نقطع الخضار. حطيت الفلفل زي ما شفتوا كده، وهبتدي اقلب كده برضو يتشوح برضو 3 دقايق. بصوا دبل كده والبصل دبل وخد لون. هنزل بحوالي 3 فصوص مفرومين. عايزه تقطعيهم كده شرايح، تسيبوهم زي ما هم مفيش مشكله. كل ده زي ما بقول لكم هيتضرب دلوقتي بالهاند بلندر. اول ما هشم الريحه هنزل بعصير الطماطم. دول تقريبا 4 طماطميات، عصرتهم كده بشويه ميه في الخلاط ونزلت بيهم كده. هحط معلقه كبيره او معلقتين يعني على حسب اللون انت حباه ايه، من الطماطم اللي هي المعلبه. هسيبه بس يعني تقريبا دقيقتين. هبتدي بقى اهرسهم بالهاند بلندر. لازم اتاكد طبعا ان الخليط اتهرس كويس جدا، مفيش اي تكتلات ولا اي حاجه. ده الاساس بتاع الطاجن اللي معانا النهارده. تمام كده. نبتدي ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. التوابل: معلقه صغيره من الملح والفلفل والزعتر والريحان الناشف. عايزه تحطي اللي هو فريش يعني. وطبعا معايا مرقه دجاج برضو. كل ده حطيتهم، هسيبهم بقى. ههدي النار كده واسيبها تغلي مع بعض كده 5 دقايق. هنروح بقى نقطع الخضار. طبعا انا ما عنديش اللي هي بتاعه الشيبسي اللي موجوده عندي، اللي هي في الكبه. واللي في الكبه هتبوظ لي البتنجان، مش هتقطعه شرايح رفيعه زي ما انا عايزه. فابتديت اعمله كده على القطاعه يعني.
البلانشة بتاعتي، وهتطلع برضو جميلة جدا. يعني انت لو عندك اللي هي المندولين ديت تقدري تقطعيها رقيقة جدا زي الشيبسي، وتطلع معاكي زي ما كانت في الفيلم بالظبط. انا عشان مش عندي عملتها على البلانشة زي ما انتوا شايفين كده، ويعني صغرتها شوية على قد ما اقدر، وهتطلع برضو طعمها حلو جدا وبجد تحفة. هقطع بقى البتنجان والكوسة والبطاطس والطماطم كله كده مع بعضه حلقات، وهنبتدي بقى نرص الكلام ده كله في الطاجن بتاعنا. طبعا انا عندي الطاجن بتاعي مربع، لو انت الطاجن بتاعك مدور هيبقى جميل جدا وهيطلع زي الفيلم بالظبط. هنا حطيت طبعا شوية صلصة من الصوص اللي احنا عملناه دوت، شوية حلوين كده. احنا بنحب الحاجة تبقى فيها صوص كده، لما تيجي تاكليها تغمسي كده بالعيش يكون فيها صوص حلو. هبتدي كده اخد حلقات من البصل من البطاطس والطماطم والكوسة والبتنجان، وابتدي ارصهم كده. هاخد شوية بشوية كده، عشان لو فضلت احط واحدة واحدة مش هخلص، فهبتدي اخد كده واحدة يعني اعمل مجموعة مع بعض وانزل بيهم في الطاجن بالشكل ده كده. بعمل شوية بشوية كده والف كده الطاجن داير ما يدور. زي ما قلت لك الطاجن بتاعك لو مدور هيبقى شكلها طبعا تحفة، لحد بقى ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. طبعا انا ولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، وطبعا هنغطيها دلوقتي مع بعض بالفويل وهنكمرها كويس جدا. هنا بصوا انا خلصت. حطيت رشة زيت زيتون كده على الوش. عندك بقى زعتر فريش وريحان فريش برضو حطي، ما عندكيش مفيش مشكلة. هحط بقى ورق الزبدة كده واقفلها كويس، وكمان ورق الفويل هنغطيهم كويس، وهي هتخش الفرن تقريبا 30 دقيقة. بعد كده هشيل الفويل بتاعي والورق الزبدة وهسيبها 30 دقيقة تانيين علشان تاخد لون كمان من فوق، وهتكون استوت معايا. طبعا انا شلت الفويل وسبتها زي ما قلت لكم، خدت بس لون من فوق. بجد طعمها تحفة وريحتها يعني كانت جامدة جدا. تقدري بقى عايزة تاكليها كده، عايزة تعملي معاها مثلا فراخ مشوية، تحفة بجد. هي مش عايزة اي حاجة تاني جنبها، بس كده طعمها بجد تحفة. جربوه ومخدتش اي وقت وغير مكلفة. وكمان الاولاد اللي ما بيحبوش الخضار بجد هيحبوا الخضار في الوصفة دي. وصفة حلوة جدا، جربوها وكمان هتعجب الكبير والصغير. يلا بقى ما تنسونيش في الشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة، وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.